السلام عليكم، عاملين إيه؟ أنا نوران مدكور، وده برنامجكم المشهور أوي بيكسل سبيس. النهاردة هنعمل مع بعض التصميم البسيط ده بأبسط الطرق الممكنة من غير تفاصيل معقدة. يلا نبدأ. أول حاجة هنعملها هنفتح الورك سبيس بتاعتنا. أنا اخترت 2000 في 1500. التصميم هيبقى بالعرض ريزوليشن 72 وندوس على كرييت. أنا بالفعل مجهزة هنا. اخترت بس باك لونية كده لون بني بسيط عشان نبدأ عليه الشغل. دي الصورة بتاعتنا، بس أنا هسيبها لكم من غير تعديل عشان برضو لو حابين تعدلوا عليها بنفسكم. ازاي حذفنا ده؟ بمنتهى البساطة، من هنا بنعمل سيلكت، طبعا في النسخة المدفوعة بس نعمل سيلكت على المكان اللي احنا عايزين نحذفه، ومن جنريتيف فيل هنكتب ديليت الصورة. تمام. احنا هنا عايزين نقص الفرخة عشان نعزلها من الخلفية. نحافظ بس على الترابيزة اللي من هنا دي ونقص الباقي. هنعمل ده ازاي؟ بمنتهى البساطة وبشكل عشوائي كمان. بالبين تول هنحدد الأماكن اللي عايزة تتقص عادي. شايفين المكان اللي فيه الشعر ده؟ هنسيب بس مساحة صغيرة كده حواليه، تمام، والباقي يتقص عادي جدا، وهقول لكم في الآخر ليه. نكمل قص بشكل عشوائي جدا وهفهمكم احنا عملنا كده ليه. بعد ما قصينا الصورة وسيبنا بس الأماكن اللي فيها الشعر ده، أصبح الشكل. نضغط على الكنترول وعلى الصورة في نفس الوقت هيعمل سيلكت. تمام. هنختار سيلكت اند ماسك، ونختار تاني براش بس نصغر شوية ونعمل زوم على الأماكن. احنا عملنا هنا ليه؟ بس نخليها على أحمر. ماشي. احنا عملنا هنا ليه؟ عشان الشعر ده مش بسهولة طبعا أو مستحيل إنه يتقص عن طريق البنتول. فاحنا بمنتهى البساطة والعشوائية هنعمل كده. شفتوا؟ مفيش أسهل من كده. وطبعا برضو الأماكن دي شيلوها معاكوا عشان ما تبقاش زيادات، هي زادت مني من اللاسو طول. أهم حاجة بس قبل ما نكمل السيتنجز، هنختار layer mask، وبعدها ندوس اوكي لما نخلص كل حاجة. تمام. تمام. بعد ما خلصنا ده أصبح الشكل النهائي. هنقص بس هنا في حتة زيادة صغنونة مني. بعد كده هنعمل ايه؟ نحذف بس الحاجات الزيادة دي، بلاش عشوائية. احنا هنا حابين نضيف الخلفية اللي هي كانت هنا. تمام. بس في نفس الوقت احنا عايزين نخلي الاوباسيتي بتاعتها قليلة عشان نضيف لون وتدي افكت لطيف كده. تمام. هنقلل الاوباسيتي كده مثلا لحاجة و30، ماشي 33. وعايزين نضيف لا، قبل ما نضيف اضاءة عايزين بس نصغر. نعمل سيلكت بس على الاتنين دول كده ونصغر شوية. هنعمل كده ازاي؟ هنعمل سيلكت كده مستطيل على المكان اللي فيه الصورة بتاعتنا وجنريت لا ونعمل سيلكت انفرش وجنريتيف فيل. في خلال ثواني كده الخلفية تبقى موجودة والدنيا تمام بالشكل ده. احنا عايزين بس هنا نزود الترابيزة، فهنعمل كنترول هنعمل قصدي بالبن تول، هنعمل بالبن تول نكمل بيها الشكل كده بس. ونعمل selection زي ما انتوا شايفين كده بقت بالشكل ده. تمام. عايزين بس نضيف الوجبة، فهنحط وجبة بس هنا. انا برضو مفرغة لكم التصميم ومجهزها لكم هنا. نكبر بس كده بشكل مقبول. تمام. وهنا في قطع
فإحنا هنعمل إيه، نعمل بالlasso tool كده وبرضه generative fill. أنا مش عارفة أنا عملت إيه النهارده. كلمة أخيرة بقى للناس اللي بتقول إن الgraphic design مهنة قرّبت تنقرض. هو للأسف لو إحنا هنعمم الموضوع هتبقى وظايف كتيرة أوي قرّبت تنقرض، لإن الموضوع مش مقتصر بس على الذكاء الاصطناعي في شغلنا، لأ في حاجات كتيرة أوي، أوي، أوي عالمية يعني. ف عادي جدًا، تعايشوا عادي جدًا. إن شاء الله، إن شاء الله يعني لازم نطوّر نَفْسنا، ولازم الشكل القديم اللي إحنا بنشتغل بيه، يعني اللي أنا باعمله مثلًا دلوقتي ده، ده كده يعتبر خلاص بينقرض فعلًا. فإحنا لازم نتعلّم لنا كام مهارة كده عشان نحسّن من وضعنا، لإن ما ينفعش نفضل زي ما إحنا. عملت ضِل كده أي كلام. وبعدين هنعمل إيه، إحنا عايزين نكتب كده جملة لطيفة. أنا كتبت من حلاوتها كلت نفسها. ففين اللي أنا عملته، هاجيبه بس من هنا وهافهّمكم الeffect التاني ده عملته إزاي. نكبّر كده، تمام. إحنا عايزين من حلاوتها دي تتحوّل لeffect لطيف كده شبه ال3D. فأنا هاخدها copy وعلى البرنامج أنا سايبة لكم الeffect ده من على البرنامج كده، بس أحذف دي. هنجيب الكلمة اللي إحنا كتبناها من حلاوتها، ومن graphic style هنختار دي. تمام، بس نكبرها شوية. تمام، ناخدها على الفوتوشوب ونصغر حجمها شويتين كده مثلا، تقريبا كده تمام. تمام، ونظبط بقى ايه الحجم كده اكتر. تمام، انا عايزة اعمل اضاءة ورا الكاركتر ده، يدّي كده عُمق للصورة شوية للخلفية. فهاختار درجة الأصفر، أنا باحب الأصفر أوي، فدرجة الأصفر كده نقطة، ونكبّر ضَي بس كده تحت الcharacter، ونقلل الopacity ونخلّيها screen بالشكل ده. تمام، أنا عايزة برضه شوية إضاءات كده صغنّنة، يعني هاعمل من نفس الlayer دي مرّة كمان، وأصغّر كده. عايزة نداري أي ديفوهات من الذكاء الاصطناعي بالإضاءة، عشان إحنا اتفقنا إن التصميم ده سريع وبسيط بالشكل ده كده. أنا بقى عايزة أكتب كل action هنا في الspace الفاضية دي. ممكن أكتب مثلًا اطلب الآن. تمام، فنجرب. ده شكل الbox اللي أنا اخترته، وكتبت عليه اطلب الآن، والمؤشر ده كده. إحنا ممكن نكتفي بالشكل ده، بس أنا باحب أدّي عمق برضه أكتر للتصميم بشكل بسيط. البراش بتاعتنا العادية أهي الfaded، بنختار درجة اللون البني ونغمق. تمام، ونيجي في المكان اللي هنا ده كده، بس أنا عايزة أغمق على على أحمر شوية. تمام، ما يهمناش اللي حصل، عادي خالص. ومن فوق كمان ننزل بشكل مستقيم كده. من فلتر هنختار Gaussian Blur وكده بشكل بسيط بالشكل ده. حاجة أخيرة بس، هنعمل بس select لكل الlayers اللي احنا اشتغلنا عليها، ونعملها في جروب. تمام، ونعمل منه نسخة كمان بكنترول G و smart object. تمام، أنا عملت الخطوة دي عشان أجمع بس الlayers كلها، وعايزة أعمل عايزة أعمل filter. هنختار كاميرا رو filter، ونختار بقى شوية حاجات كده، شوية دلع يعني عادي ممكن نستغنى عن المرحلة دي لو ما عندكوش أصلا كاميرا رو. عايزة بس حاجة كده تدي effect لطيف ضي مثلا. أنا اخترت ده. تمام، من سينماتيك. اوكي، وفوالا ده التصميم بشكل نهائي بمنتهى البساطة، مفيش أي احترافية في الموضوع.
لو عجبكم التصميم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة، وباعتذر مرة كمان على صوتي التعبان، شكرًا.